الحمد لله الذي كرم العلم والعلماء، وأشهد أن لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي علم الناس الخير وهداهم إلى الصراط المستقيم. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله خير زاد ليوم المعاد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أيها الناس، ينتاب الطلاب المتوجهين إلى صلاة الامتحان نوع من القلق، فإذا كان قلقاً محفزاً للدرجات العالية فهذا قلق محمود، وإن كان قلقاً يهز ثقتك بنفسك فهذا قلق مذموم لا ينبغي أن تلتفت إليه. وعليك أن تثق بالله أولاً وبما منحك من قدرات ومواهب تتصرف من خلالها، فتوحي إلى نفسك أن الله تعالى معك، بحيث تعيش في حالة إيجابية تدعوك إلى التطلع إلى النجاح والفلاح، فتتصرف بشجاعة وتفاؤل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى مهمة ألا وهي أن تستشعر فضل العلم وطلبه. والعلم أيها الإخوة أصل لكل شيء، فبه تتحرر العقول من القيود، وبه تنهض الأمم ويزداد الإنتاج ويسمو الفكر ويقضى على الكساد والفساد. والعلم أساس كل عبادة، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد بلا علم، ولا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع بلا علم. فالعلم أيها المؤمنون هو الذي يعيد لنا مجدنا وأرضنا وثقافتنا وعزتنا. العلم هو الأرض الخصبة التي تنبت لنا رجالاً يستطيعون بعون من الله أن يغيروا الواقع الأليم، فيتصدون للأفكار الفاسدة والثقافات الوافدة. ولا سلاح أنجع من سلاح العلم. واسأل التاريخ عن عزنا ومجدنا يوم أن كنا بالعلم حاضرين، ولتطبيقه على واقعنا مجدين. ولكن العلم المنشود يا عباد الله يحتاج إلى صبر ومشقة ومجاهدة. ولك أن تتأمل سير العلماء الربانيين الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار بحثاً عن العلم وأهله، وإنك لتعجب من أولئك الأفذاذ عندما تستمع إلى أنباء رحلاتهم في طلب العلم، بالرغم من بعد المسافات وقلة الزاد وكثرة العقبات. ولك أن تعود إلى كتاب الحافظ البغدادي الرحلة في طلب الحديث، حتى تتيقن ما بلغه علماؤنا من علو الهمة وسمو القصد. واليوم وللأسف الشديد الكتب متوفرة
والتقنيات العديدة مكتظة، إلا أن همة الناس والشباب ضعيفة، والقصد مشوب إلا من رحم ربي. ولعل هذه الأيام التي نحن بصددها تكشف لك الوهن في طلب العلم على مختلف فنونه. ومن نماذج السلف الصالح في هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد أن علقمة والأسود، وهما من أئمة التابعين، يخرجان من العراق إلى المدينة مسيرة شهر لكي يسمع من عمر رضي الله عنه حديثا واحدا. أيها المؤمنون، وهذا دينكم الذي حث على العلم وطلبه من أول آية في كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وصححه الألباني. ولعلك تدرك يا رعاك الله أن الهدف من العلم العمل، بحيث يتحول العلم إلى واقع حسي وسلوك واقعي يهيمن على تفكير المتعلم ويسيطر على تصرفاته، بحيث يؤجر من طبق ذلك في الواقع ويؤزر من أعرض عن ذلك. والإنسان في أصل تكوينه أيها الإخوة، الإنسان في أصل تكوينه ظالم وجاهل، وهذا بنص قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يتخلص هذا الإنسان من ظلمه إلا بالعدل، ولا ينفي الجهل عن نفسه إلا بالعلم. وفي الأعم الأغلب فإن الإنسان لا يؤتى إلا من قبل جهله وظلمه. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن أجل العلوم ما قربك من خالقك وأعانك على شكره وذكره وحسن عبادته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فطوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تعالى قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار يا رب العالمين، وأعرض عليه صلاتنا في هذا الوقت المبارك، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم إنا نسألك توفيقا لأبنائنا وبناتنا في الامتحانات، اللهم وفقهم وسددهم واحفظهم من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وانصر جندنا على حدودنا يا رب العالمين، وانصرهم بنصرك، إنك أنت القوي العزيز المتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.